السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتو بيصبح وبيمسي وبيحيي كل اخواته. يا مساء السعادة والروقان على كل متضايق وزهقان، يا رب تكونوا بخير وكويسين وفي الفرحة مطلوبين وفي الحزن منسيين، واشوفكم دايما فرحانين متهنيين. طبعا النهاردة جاي اتكلم عن الداعية إلهام شاهين. يعني الحاجات اللي يعني المضحكات الموكيات زي ما بيقول المتنبي، أو شر البالية ما يضحك. إن هي بتقولك إن في أمريكان شافوا فيلم دانتيلا فدخلوا الإسلام. اللي هو يعني مصدقة نفسها يعني في حاجة ليفل عالي، يعني ليفل الشيخ خالد الجندي يعني. ولا سعد الدين الهلالي يعني. فحاجة جميلة زي ما باحوا وهم برضو شرب الخمر قليل منها ما حلال عادي. وإن اللي أباح إن رقص لو راح شغلها وماتت تبقى شهيدة. فدي حاجات جميلة يعني. سامحنا يا رب على الكذب ده. فطبعا يعني طالعة بتقول لك بسبب الديكور اللي انا كنت عاملاه حصل حريق كبير في مدينة الانتاج الاعلامي واللوكيشن باظ. وده ان دل ان هي ست مبروكة وبركة جدا يعني. كانت عاملة فيلم العائلة الشريفة ولا مش عارف ايه. فاللي هو يعني تحس ان هي بتحب ان هي الناس تخليها ترافيك تظهر كده على الوش. وبرضه بتلوع الروح يعني. انت شفتوا الرياكشن بتاعه والناس بقت تعمل ميمز والله حاجات يعني تموت من الضحك. ليها تصريحات يعني مش مثيرة للجدل، دي مثيرة للشفقة بجد. يعني أنا نفسي أفهم الناس دي يعني آخرتهم إيه؟ يعني هما بيعملوا كده ليه؟ عايزين يوصلوا لإيه؟ انتوا عايزين تفضلوا يعني مشهورين زي ما انتوا يعني؟ مش الشهرة مش كده يعني. الشهرة بالأعمال اللي انت بتقدميها كويس للناس اللي بتحبها. اما انت تطلعي تتكلمي في حاجات وتثيري الجدل وتثيري الشفقة، الناس مش هتحبك، الناس هتسف عليكي. وبدل ما انت بتكسبي معجبين ومحبين، الناس بتنفر منك يعني. ومش معنى كده بقولك يعني ايه لا اضحكي على الناس بكلمتين وبكش وأونطة. لا انا بقولك حاولي انك انت تكوني يعني مركزة في اللي انت بتقوليه يعني. لعل وعسى الناس ترجع تحبك تاني يعني. وتحاولي تكوني منصفة يعني. ما تدافعيش عن حاجات أو أفكار بتثير الجدل وبتعمل الفتن يعني. المفروض انتوا فنانين وناس حساسة وناس أكيد يعني هتميل للعدل يعني. مش هتشوف واحد حساس بيعمل حاجة عكس الفطرة الإنسانية يعني. الإحساس نعمة يعني. إلا بقى لو كان حساس وعنده شيزوفرينيا ممكن، زي الألماني القصير. انتوا عارفين بقى عشان اليوتيوب جميل يعني ما بيحبش يذكر الأسماء دي. فبس يعني فالناس دي الله يعينها، ربنا يهديها ويهدينا وربنا يحسن الخاتمة بتاعتنا، وربنا ينصر اخواتنا في كل مكان وأصحاب حق وبيقدموا تضحيات كبيرة. وربنا يرحمنا برحمته. وأقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. أعجبك الفيديو اعمل اشتراك، فعل الجرس، لايك، ورك في تعليق، شير. ومن غير تقليد، احنا بنتكلم بشكل جدي، مع حبة ضحك، مع حبة هزار، مع حبة معلومات عامة، مع حبة تاريخ، ومع حبة ترفيه. يا رب تكون حياتكم مرفهة وفيها سعادة. أشوفكم على خيرة الله. سلام يا إخواتي.